المنتخب المصري بأداء عالمي يطيح بصاحب المركز الثاني عالميا المنتخب البلجيكي المنافس الأول للمنتخب المغربي في مونديال قطر 2022. مباراة كبيرة للفراعنة، تنظيم دفاعي محكم وأداء تكتيكي على مستوى. المنتخب المصري يفوز بنتيجة 2-1 على منتخب بلجيكا. هل هذا هو مستوى المنتخب البلجيكي أم أن المدرب مارتينيز يخفي أوراق اعتماده من أجل مباراة الخصوم في كأس العالم؟ عثمان سبورت، كن رياضيا ذكيا. نصد عليكم بعجاله تشكيل المنتخب المصري اللي بدا به المقابله. على مستوى حراسه المرمى الشناوي، على مستوى خط الدفاع علي جبر وحجازي، اكرم توفيق وحمدي. اما بالنسبه لثلاثي خط الوسط النني، طارق حامد وحماده. بالنسبه لخط الهجوم كنوجدوا ثلاثي النار محمد صلاح، تريزيغي ومصطفى محمد. اما في الجهه المقابله المنتخب ديال بلجيكا فهو دخل بالنجوم العالميه المعروفه ايدن هازارد، ويتسيل، دي بروين، كاراسكو والحارس ديالو كورتوا. المنتخب البلجيكي يمكن لي نقول على انه سيطره كليه في الشوط الاول، خلق مجموعه من الفرص لكن الاستحواذ ديالو كان سلبي، ما قدرش على انه يخترق دفاعات المنتخب المصري اللي كانت جد منظمه. المنظومه الدفاعيه ديال المنتخب المصري اشتغلت بشكل جيد، كانوا قويين على مستوى الالتحامات الهوائيه والالتحامات الثنائيه. وكذلك المنتخب المصري ما يحسب له هو انتقال سريع من الحل الدفاعيه الحل الهجوميه اللي خلق مجموعه من الفرص على المنتخب البلجيكي خاصه عن طريق المرتدات. هدف عالمي في الشوط الاول اللاعب مصطفى محمد خارج مربع العمليات بتسديده قويه لا تصد ولا ترد، غلطت الحارس كورتوا. وهذا درس ايضا للمنتخب المغربي، اذا ما اردت ان تتفوق او تنتصر على المنتخب بلجيكا عليك استغلال انصاف الفرص، خاصه على ان الفرص اللي تحت المنتخب المصري في هذه المقابله كانت قليله جدا. فرصه واحده في الشوط الاول استغلها باقتدار اللاعب مصطفى محمد، هدف اول اربك حسابات المدرب مارتينيز وتراجع به اداء مستوى المنتخب البلجيكي. وكذلك فرصه ثانيه كانت في الشوط الثاني، تمريره حاسمه محمد صلاح، تريزيغي كذلك وضع الهدف الثاني بطريقه رائعه. وبالتالي كنعتقد على ان المنتخب المصري اعطى درس للمنتخب المغربي اليوم في الفعاليه والنجاعه الهجوميه وكيف تكون حاسم امام مرمى المنتخب البلجيكي. وصراحه فاش كتشوف هذا المستوى وهذا الاداء العالمي اللي قدمه المنتخب المصري امام المنتخب البلجيكي ما يمكن لك الا تحصل على عدم وجود الفراعنه في مونديال قطر 2022، خاصه بعض المنتخبات الافريقيه اللي تاهلت مثل غانا مثل الكاميرون اقل مستوى من المنتخب المصري. لكن قدر الله ما شاء فعل. كنعتقد على ان المنتخب المصري سيقول الكلمه ديالو في باقي المنافسات القاريه القادمه. ومدرب المنتخب المصري رغم على انه تولى مهمه تدريب الفراعنه لمده قصيره الا ان اللمسه ديالو باتت واضحه على اداء المنتخب المصري. وفي اعتقادي الشخصي اليوم المنتخب المصري ارسل مجموعه من الرسائل للمدرب وليد الركراكي مدرب المنتخب الوطني المغربي، مفادها ان اذا تحليت بالنجاعه والفعاليه الهجوميه وكذلك بواحد التنظيم دفاعي محكم واداء تكتيكي اللي تحد فيه من الخطوره ديال وسط ميدان المنتخب البلجيكي وبالامكانيات اللي عند المنتخب المغربي، فقط خصنا نثيقوا في الامكانيات وفي اللاعبين اللي كنتوفروا عليهم في المنتخب المغربي. كنعتقد على انه قادر على اطاحه المنتخب البلجيكي والمرور للدور الثاني. وفي الاخير كنبغي نقول هنيئا لجميع الجماهير المصريه بهذه المباراه البطوليه امام المنتخب البلجيكي. نتحصل على عدم وجودكم في مونديال قطر 2022 لكن بدون ادنى شك ستكونون خلف المنتخب الوطني المغربي من اجل اسعاد كل الجماهير العربيه. اللي مازال ما اشتركش في القناه هذا هو الوقت باش تشترك، فعلوا زر الجرس باش يوصلكم جديدنا اول باول. ديروا لايك. تحياتي لكم والى الفيديو المقبل.